الساعه دي بتقيس نسبه الاجهاد، وبتقيس كمان معدل النوم وصحه الجهاز التنفسي وسخونه الجلد ومعدل ضربات القلب وتشبع الدم بالاكسجين. ده طبعا ما يلغيش دورها الاساسي ان هي ساعه وبترد على المكالمات، وكمان بتقدر تشوف من خلال النوتيفيكيشن. لو انت مهتم بالتفصيله الطبيه ديت خليك معايا عشان تشوف الفيديو كامل. يلا بينا. اهلا بيكم فيديو جديد، معاكم عمرو عماد، والنهارده هنشرح الدكتور، انا مسميها ساعه الدكتور، الواوي دي 2. اول حاجه خلينا نتكلم سريعا عن محتويات العلبه، لان الساعه فيها تفاصيل كتير قوي وشرح طبي. لو انت محتاج الساعه دي، عشان قبل ما ابدا الفيديو، لو انت محتاج الساعه دي لحد مريض، حد كبير في السن عايز تتابع الحاله الصحيه بتاعته، الساعه دي هتكون خير مساعد ليه، هتديك كل التفاصيل اللي انت عايزها. يلا بينا نبدا واحده واحده كده. دي العلبه، تمام. خلينا نشوف محتويات العلبه. مش جاي معاها حاجه غير الشاحن بتاعها الجميل ده، تمام، الشاحن بتاعها العادي، وكمان بيجي معاها استراب اضافي بالحزام الخاص بضغط الدم. طبعا انا هشرح لك كل حاجه عشان تبقى فاهم ده ايه، تمام. الاستراب اهو، تمام، وهي الساعه اهي. نبدا بالشكل بتاعها والتصميم. التصميم بتاعها معدني، الخامه بتاعه الحزام الجوده بتاعته عاليه جدا، تمام. فيها طبعا الحزام الداخلي من جوه ده الخاص بقياس ضغط الدم. الساعه بتيجي يعني سمكها عريض شويه، لكن الى حد ما شكلها مقبول. بتنزل بلونين، الجولد دوت، وفي اللون التاني الاسود. ده بالنسبه لشكل الساعه والتصميم بتاعها. في الايد شكلها الى حد ما مش وحش، يعني فاهم، شكلها لطيف مش وحش. الحزام بتاعها جاي بشكل مختلف شويه. انت عشان موضوع ضغط الدم ده فلازم الحزام بتاعها يبقى مظبوط على ايدك. عاملينها هنا بمساحات، يعني هي استراب ثابت، لكن انت تقدر تتحكم في السحاب بتاع الحزام كده وتختار السايز اللي انت عايزه وتعمل كده وتلبس الساعه، هتظبط معاك كل حاجه، مفيش اي مشكله. الساعه بتدعم المكالمات، وكمان بتدعم النوتيفيكيشن والواتساب واللغه العربيه. فيها بيجي جواها انترنال ميموري، يعني ممكن تشغل عليها ميوزك دايركت من خلال الساعه، مش لازم تكون مربوطه بالموبايل. اللطيف بقى في الموضوع انك ممكن تربط سبيكر دايركت على الساعه. طب هتقول لي ازاي؟ بص يا معلم، الساعه دلوقتي فيها انترنال ميموري، تقدر تحط عليها الاغاني اللي انت عايزها وتسمعها دايركت على السماعه. بتيجي امولود 1/82، والسطوع بتاعها بيجي اوتو، يعني يقدر في الشمس السطوع بتاعها يزيد، وفي الاضاءه الخافته السطوع بتاعها يقفل لوحده. الواتش فيسز بتيجي تقعد معاك 6 ايام، ده لو انت هتستخدمها استخدام بتاعها العادي. مش طبعا هي فيها تفاصيل كتير، فالتفاصيل دي بتخلي البطاريات بتاعتها ما تقعدش معاك اكتر من 6 ايام. طب لو هتشغل ضغط الدم الثابت والمتغير اللي فيها عشان تعرف تقيس القياسات بتاعتك، هيقعد معاك يوم واحد بس. تيجي ببطاريه 524 ملي امبير، وبتيجي بقدره 5 واط في شحن الوايرلس. لو انت بتشحنها على الوايرلس، تمام، على باور بانك اي حاجه فيها وايرلس، بتديك قوه 5 واط بس، فهيكون الشحن بتاعها بطيء شويه. فيها 80 مود رياضي، وبتيجي اي بي اكس 68. بص يا معلم، اي بي اكس 68 يعني ما ينفعش انزل بيها بول، احنا كده متفقين ان مفيش ميه مالحه، مش ينفع انزل بيها حمام سباحه، مش ينفع اخري في استخدام الساعه دي اتوضى بيها، اخد شاور ساقع عادي، سخن برضو ده غلط، كل ده ياثر على الساعه. فيها نوعين من قياس الضغط، ضغط الدم الثابت والمتغير. بتدي تفاصيل دقيقه، حاجه ما يقرب الى رسم القلب. بتقيس نسبه الاكسجين في الدم ونسبه الاجهاد الجسدي اللي موجود عندك. فيها قياس غريب شويه لكن هو مفيد، نسبه تصلب الشرايين في الدم. كل المزايا الجميله دي انا مش بس انا ادور عليها واستخدمها، ده لا قدر الله لو انت تعبت او حسيت باي حاجه، الساعه بتديك تقرير لحظي بيقول لك ان انت عندك مشكله في حاجه معينه، لازم تروح ترجع للطبيب بتاعك عشان تطمن على نفسك. بتقيس صحه الجهاز التنفسي، لو انت مدخن او الكلام ده تدوس على الميجر بتاع الجهاز التنفسي وبتبدا تكح من اتجاه المايك، بيبدا يقول لك فعلا انت عندك مشكله في الجهاز التنفسي او لا. وكمان بتقيس جوده نومك، وده موجود تقريبا في كل الساعات دلوقتي في الوقت الحالي، موجوده كمان على الابلكيشن. طيب انا ازاي بقى هستخدم موضوع ضغط الدم والشكل اللي هي الساعه بتتنفخ من الجنب والكلام ده؟ هتيجي يا معلم تدوس هنا، اول ما بتدوس ميجر بيقول لك هولد ودونت سبيك، بيقول لك حط ايدك بالشكل ده، ما تحركش ايدك. الساعه بتبدا، انا دلوقتي حاسس ان الساعه دلوقتي بدات بتتنفخ في ايديا عشان يديني انديكيتور. طبعا انا كل ده هيبان، بس انا حاسس ان ايدي اتخنقت، يعني حاسس ان ايدي نفرت اتخنقت، حاسس ان ايدي اتخنقت، عارف انت، حاسس ان الدم، حاسس بضغط الدم، حاسس ان حاجه زي جهاز الضغط اللي في الصيدليه كده لو بتحط في الكتف. طبعا انتوا مش عارف شايفين من الجنب ولا لا، الساعه بتتنفخ اهي واداني انديكيتور، تمام. قال لي 141/80، مش عارف ده كويس ولا لا، يعني حد اهل علم في الموضوع ده يفيدنا. فيها طبعا هيلث جلانس، ودي حاجه جديده، ده عباره عن ايه؟ 7 اختبارات بيديك تقرير لحظي في 90 ثانيه عنك. يعني مثلا يقيس لك سخونه الجلد، درجه حراره الجلد، معدل نبضات القلب، تشبع الدم بالاكسجين ولا عندك مشكله مش واصل لك نسبه اكسجين كفايه في الدم بتاعك، ومعدل الاجهاد، كل ده في 90 ثانيه. الى جانب كمان الجي بي اس، يعني باختصار انت معاك دكتور في جيبك. ده انا شايف ان الساعه يعني ما يجيبهاش غير واحد يكون مثلا عايز يكشف على حد في عيلته، يجيبها مثلا 2 هيستخدمها، مثلا والده ووالدته مع بعض. هتقولي طب ما هي تقررها تقرا على الابلكيشن حاجه واحده بس، لا، هواوي عملت حاجه حلوه جدا اسمها هيلث كوميونتي، تقدر تضيف بياناتك وبيانات شخص تاني من الاسره بتاعتك
مفيش مشكله، يعني ممكن الساعه دي تجيبها لوالدك ووالدتك مثلا يقيسوا عليها، تطمن عليهم، تبقى معاهم الساعه يستخدموها. بص هي استخدامها اكتر طبي، هي شكلها برده مش ايه يعني، لحد ما مش قد كده يعني، مع اني شايفها شيك بس هي عريضه قوي يعني مقارنه بالفات والباند 10 اللي هتنزل خلاص في شهر 3. لا ما يعني لا، لو انت مش هتجيبها لده فبلاش. ده باختصار شرح الساعه الواوي الدي 2. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. باي باي.